هقول لكم في الفيديو ده ازاي تحافظوا على لون الاكسسوارات، مش ستانلس او اي حاجه، حتى لا اكسسوارات عاديه جدا بنفس اللون ما فيهاش اي حاجه، يعني تفضل اطول فتره ممكنه بنفس اللون ما يغيرش ولا اي حاجه. ده حلق كنت جايباه اللي هو مش بيحتاج خرم، ده بيبقى على قد الودن، بس للاسف طبعا يعني كان خلصان، مكانش فيه غير واحده بس. ما تجيبوا الاكسسوارات كده وتشيلوها، لازم تدهنوها بالمونيكير الشفاف ده، بيثبت اللون بشكل مش معقول بجد، يعني بيقعد فتره طويله جدا. انا مش فاكره اني جبت اكسسوارات وحطيت عليها من المونيكير الشفاف ده ويعني انها غيرت لون او حاجه، ما غيرتش لون نهائي. بدهنها كده من كل الجهات. المهم اننا ندهنه كويس جدا، بس بسنده على حاجة عشان ما يلزقش في ايدي. بس هسيبه كده ينشف، اقدر استخدمه بعد كده من غير ما اقلق من فكرة ان اللون يتغير. طبعا يا ريت يعني البراندات وكده تفكر انها تعمل يعني ستانلس او فضة او حاجات زي كده من غير اخرام للودن بنفس الشكل، لان انا بعشق الحاجات الاكسسوارات اللي زي كده، فيا ريت يكون في يعني حاجه زي كده. الحاجات دي اصلا كنت لقيتها على شي ان، وطبعا صعب ان انا اجيب حاجه من على شي ان. فرحت جدا اما لقيت الشكل ده موجود في محل وانا بتفرج على الحاجه، فاتبسطت جدا. فيا ريت بجد حد يعمل الفكره دي برضو في الفضه عشان تقعد فتره اطول، او ستانلس حتى. وبس كده، جربوا الفكره دي وقولولي بعد فتره الحاجه غيرت لون ولا لا، او يعني بعد الفتره اللي انتم متعودين ان الحاجه تغير اللون فيها عموما.